كل اللي اكل الوصفه دي عندي سالني انت عاملاها ازاي. هي سهله وبسيطه جدا، يلا بينا اقول لكم عملتها ازاي. الاول نسمي الله، وهاتي الطاسه بتاعتك وانزلي فيها بكوبايه الا ربع من السكر، عليها فنجان قهوه ميه كده، وهرفعهم على نار هاديه يتكرملوا معايا. بعد كده هجيب البوله بتاعتي وهنزل فيها ببيضتين عليهم كوبايه سكر ورشه فانيليا. هقلبهم حلو قوي مع بعض علشان السكر يدوب معايا تمام. باي حاجه عندك هتشتغلي بيها، مضرب يدوي مضرب كهربائي اللي متاح عندك. في المرحله دي بنزل بعد كده بتلت كوبايه من الزبده، تقدري تبدليها بسمنه او زيت، كله تحفه وحلو وجميل وهيشتغل معاكي زي الفل. بعد كده بنزل كمان بكوبايه من اللبن، تكون دافيه شويه معايا يعني زي دمع العين كده. وهنزل بعد كده بكوبايتين من الدقيق بتكون نخلاهم حلوه قوي. هنزل عليهم بمعلقه كبيره من البيكنج باودر، ما يعادل باكيت بيكنج باودر، ورشه ملح. وهنزل كمان بمعلقه كبيره من الخل وعصير نص ليمونه. هقلب بقى كل المكونات دي حلوه قوي مع بعض لغايه لما توصل الكيك للقوام ده، يعني تقلبيها دقيقه او اتنين مش كتير، لغايه بس ما كل المكونات تتجانس مع بعضها. في المرحله دي بجيب الصينيه بتاعتي اللي انا هنزل فيها بالعجينه، بديها دهنه حلوه قوي بالزبده. وهبدا اجيب الكراميل بتاعي بقى تكرمل، هركن بقى الصينيه بتاعتي على جنب. هنزل عليه بفنجان ميه، فنجان قهوه صغير كده ميه. طبعا بتبدا ان هي تعمل معاكي تتكتل معاكي، بس عادي خالص ترجع تدوب تاني معاكي خالص، وبيبقى قوامها تقيل شويه. انا بس يعني بفك صوص الكراميل شويه، انا عايزاه يبقى معايا تقيل ومش يكرمل معايا في الصينيه بتاعتي على طول. بعد كده بنزل بيه في الصينيه بتاعتي، وهبدا عندي الموز قطعته حلقات بالشكل ده كده، وهبدا ارصه عندي في الصينيه بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه. لو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انتوا تاخدوا الاجر وانا اخده معاكم ان شاء الله. بعد ما رصيت الموز هنزل عليه بخليط الكيك بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هدخلها فرن على درجة حرارة 180، تاخد معايا حوالي نص ساعة 35 دقيقة. هنا بقى انا حطيتها في صينية، والصينية بيبقى فيها مية، لازم تستوي في حمام ماء، يعني بحطها في صينية والصينية فيها مية بدخلها الفرن. اول ما استوت بسيبها يبقى تهدى عندي شوية، وهبدأ اقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، تحفة وتجنن وحلوة قوي قوي قوي. حاجة كده مكرملة، طعم الكراميل داخل جوه الكيك، حلوة جدا جدا. جربيها هتعجبك جدا. لو عجبك الفيديو متنسيش تنزلي في كومنتات تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام.